محسن من ولاية شمال كردفان ومن مدينة الأبيض. نتحدث عن رابطة عالمية هي رابطة أصدقاء ماجد الدولية. هذه الرابطة تأسست عام 1976 في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي قطر. طبعا الكل يعرف مجلة ماجد. هذه المجلة طبعا حقيقة الأطفالية ظهرت في سبعينات القرن الماضي، والحمد لله وصلت عندنا في السودان، وأسسنا رابطة اسمها رابطة أصدقاء ماجد الدولي. الرابطة بدأت في حي الأبيض، في حي الوحدة، وفي حي الوحدة كان طبعا لها جمهور ولها ناس ولها أطفال. أسسناها من عمر 4 سنوات 12 سنة. فكانت هذه الرابطة مربوطة بالأبيض، والمستهدفين كانوا حوالي 1000 طفل، ولكن في حي الوحدة أسسناها فكان مجموع طلابنا وأطفالنا حوالي 1116 طفل. بدأت هذه الرابطة بنظام تعليمي. جبنا الأطفال دول من عمر 4 سنوات لعمر 12 حد 15 سنة استثناء، وكانوا غادة يتعلموا الثقافة والأدب والفنون والرياضة، وكانت لهم علاقات اجتماعية. ربطنا روابط الأحياء كلها مع بعض في هذه الرابطة. وهنا أشعر أنه رابطة مع أصحاب ماجد الدولية كانت بقيادة الشاب الوقور المحترم نصار محمد نصار، ابن رجل الأعمال السوداني في مدينة الأبيض، صاحب المصانع الزيوت في مدينة الأبيض، هو عمنا محمد نصار. وعن طريقه دخلت رابطة أصدقاء ماجد الدولية عن طريق أخونا معاوية صديق جلسة. فكانت حقيقة مدرسة، وكانت منهج، وكانت أكاديمية لأطفال السودان في مدينة الأبيض وبالتحديد في حي الوحدة. قمنا بتربيتهم تربية اجتماعية، تربية دينية، تربية ثقافية، فنية، رياضية. زاروا كثير من المؤسسات العامة والخاصة في مدينة الأبيض، مشوا الإذاعة والتلفزيون، ذهبوا إلى المسرح القومي في مدينة الأبيض، زاروا المتحف، زاروا مكتب الوالي، زاروا محلية شيكان والمكتب العام. أنا طبعا لا دار ما عايز أطيل كثير، ولكن كنت أشير إلى أنه هذه الرابطة بالرغم من أنها أتت من الخارج، ولكن تركت بصمات وتركت حقيقة تاريخ يحتذى به. وكانوا غادة الآن عمرهم فوق ال 15 ل 20 25 سنة، أصبحوا في كل القضايا. يعني أذكر منهم الآن الدكتور محمد حسن عبد الله في المملكة العربية السعودية، المذيعة المتألقة دائما أميرة عبد القادر في تلفزيون السودان، منهم صلاح بطة حقيقة حاليا في الإذاعة الرياضية في مدينة الأبيض، إشراق عبد الحق، معاوية صديق جليصة في أديس أبابا، عبد اللطيف الطاهر في مصر، نهى صديق وهنادي صديق، سلمى عبد الله وخديجة محمد، والمرشدة والكاتبة في إذاعة وتلفزيون مدينة الأبيض عواطف صالح. حقيقة الأسماء كثيرة، أنا طبعا ذكرت جزء من الحقيقة اللي ساعدتني الذاكرة إنه أتذكرهم الآن وأكتب عنهم أو أتحدث عنهم. فكانت رابطة ماجد بالنسبة لنا كانت بلسم، وكانت بالنسبة لنا مجتمع، وكانت بالنسبة لنا قيادة، وكانت بالنسبة لنا فن. تأسست هذه المنظمة أو هذه الرابطة وتحركنا بها من داخل مدينة الأبيض لنلف العالم، ويكون كل طلابنا غادة حقيقيين موجودين الآن على الساحة. أنا حقيقة كنت أود أن يكون معي أحد الغادة الصغار من 4 سنوات إلى 18 سنة في هذا الاستديو حتى في العالم، إن طلابنا طلاب رابطة ماجد الدولية أصبحوا الآن غادة يحتذى بهم ويفتخر بهم، ونقول لهم أنتم القدوة
أسسناكم لحد ما بقيتوا قدوة للمجتمع. أنا لا أطيل كثيرا، ولكن حبي وتقديري واحترامي إلى كل طلابي الذين درسوا، وكنت قائدا بالنسبة لهم في مدينة الأبيض. رابطة ماجد الدولية حتظل بلسم شفاء لكل طلابنا ولكل أطفالنا في السودان. كل الحب، كل التقدير. كنت معكم أنا من قاهرة المعز، ومن برنامج ملابس سودانية عبد اللطيف الطاهر.